بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. هنقدم ليكم أخبار نادي الزمالك النهاردة الجمعة 23 ديسمبر 2022. وإليكم الأخبار. فيريرا يدرس استمرار يوسف أسامة نبيه في التشكيل الأساسي للزمالك أمام المقاولون. يدرس البرتغالي جيسوالدو فريرا المدير الفني لنادي الزمالك استمرار الدفع بيوسف أسامة نبيه لاعب الفريق الأبيض أساسيا في مواجهة المقاولون العرب القادمة، والمقرر لها بعد غدا الأحد على ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدوري الممتاز. ويؤمن فيريرا بقدرات يوسف أسامة نبيه في قيادة الخط الأمامي للفريق الأبيض بعدما أثبت أحقيته وجدارته في المباريات التي شارك فيها، وآخرها لقاء حرس الحدود الماضي واللي شارك فيه اللاعب أساسيا واستطاع افتتاح بقورة أهداف الفريق الأبيض في الدقيقة 15 من عمر المباراة، واللي انتهت بفوز فارس ميت عقبة برباعية نظيفة من توقيع شيكابالا وزيزو هدفين ويوسف أسامة نبيه هدف. وطلب فيريرا من يوسف أسامة نبيه مواصلة المستوى الجيد اللي ظهر عليه وبذل أقصى جهد في التدريبات الجماعية، مؤكدا له أنه بات من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق الأبيض التي لا غنى عنها، وحذروا في ذات الوقت من التهاون أو الغرور، خصوصا أنه لا يوجد لاعب ضمن مكانه في التشكيل الأساسي في ظل عملية التدوير التي يقوم بها الفريق. ويؤمن فيريرا أن فريقه ليس في أفضل حالاته، خصوصا بعد ضم لاعبين جدد، ويقدم أحيانا مستويات مميزة وأحيانا الفريق يفوز دون معاناة، مطالبا الجميع بالصبر لأنه لا يزال أمامه بعض الوقت كي يصل للمستوى الذي يريده وحتى يفهم اللاعبون طريقة اللعب. فيريرا يطلب تقريرا من طبيب الزمالك عن موقف مصطفى شلبي. استفسر البرتغالي جيسوالدو فريرا المدير الفني لنادي الزمالك من الجهاز الطبي للفريق الأبيض عن موقف مصطفى شلبي وآخر تطورات الإصابة اللي تعرض لها اللاعب في مباراة بيراميدز واللي جمعت الفريقين يوم 11 ديسمبر الماضي ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ونجح مصطفى شلبي في قيادة الفريق الأبيض للفوز بتسجيل هدف اللقاء الوحيد. وطلب فيريرا تقريرا طبيا مفصل عن حالة اللاعب لتحديد موقفه من مباراة المقاولون العرب، خصوصا ان فيريرا بدأ يعتمد على اللاعب ويمنحه الفرصة بعدما استطاع تقديم أوراق اعتماده للفريق الأبيض، ولكن الإصابة حرمته من جهوده في مباراة حرس الحدود والبنك الأهلي الماضيتين. فيريرا يخصص تدريبات بدنية قوية للاعبين لرفع معدلات اللياقة. خاض لاعبو نادي الزمالك تدريبات بدنية بأدوات الجيم داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب. وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية وتقوية العضلات تحت إشراف أندريا فليب مدرب الأحمال ومحمد مدحت المعد البدني. عبد الله جمعة يشارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من نزلة برد. عاد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل منتظم خلال مران اليوم الجمعة اللي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. وكان عبد الله جمعة يعاني من الإصابة بنزلة برد منعته من المشاركة في التدريبات خلال الفترة الأخيرة قبل أن يشارك في مران اليوم بشكل طبيعي ليصبح جاهزا من الناحية الطبية للمباريات القادمة. تعافي عبد الشافي من إصابة الركبة ويشارك في التقسيمة الفنية للزمالك. شارك محمد عبد الشافي نجم نادي الزمالك في التقسيمة الفنية للأبيض خلال مران اليوم الجمعة اللي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بعدما تعافى من الإصابة في الركبة.
وخضع الظهير الأيسر لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية. وركز الجهاز الفني بقيادة فيريرا على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المختلفة خلال ميران اليوم. وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين ل4 مجموعات، قامت كل مجموعة بخوض تدريبات المرور بالكرة من الحواجز الحديدية والتسديد على المرمى الصغير. فيريرا يطالب دونجا بالاعتماد على التسديدات، وشلبي يؤدي تدريبات خاصة. منح البرتغالي جيسوالدو فريرا المدير الفني لنادي الزمالك تعليمات فنية خاصة لنبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض خلال ميران اليوم الجمعة اللي أقيم على ملعب عبد اللطيف بورجيلة بمقر القلعة البيضاء. وحرص فيريرا على منح دونجا تعليمات حول أهمية الاعتماد على التسديدات بجانب الدور المتقن الذي يلعبه بالتمريرات الطويلة لزملائه. وخاض مصطفى شلبي لاعب الزمالك تدريبات فنية خاصة بالكرة تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال البدنية خلال ميران اليوم. وأدى شلبي تدريبات خاصة بالكرة برفقة محمد طارق مدافع الفريق بعدما أنهى الجزء الأول من البرنامج التأهيلي الخاص به بعدما تعرض للإصابة بشد عضلي.